بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم جبت لكم تاني وصفة تاع الهليلات، تقطع كمية مليحة وذوق مليح وهشيشة، ذوب في الفم. جربوها ان شاء الله وقاع تنجحوا فيها. هنا درت 250 غرام زبدة من حرارة المطبخ، وكاس سكر كلاصي، سكر ناعم، ونخدموهم مليح مع بعض. ونجيبوا الباتير من الأحسن باش نخدمو خدمة مليحة. كيما هكا ندخلو الزبدة مع السكر تيولي الخليط أبيض، ومن بعد نحضو نزيدو في الإضافات تاوعنا غير بشوية. نديرو حبة بيض كاملة ووحدة صفار، حبة بيض كاملة ووحدة صفار، ونعاودو ندخلو المواد قاع مع بعضهم حتى الخليط يولي أبيض متجانس مع بعضه. نبدو نخدمو، نديرو غير الفيتاس الأول في الباتير، ما تسرعيش باش ما تبداش تطيل لك الصوالح منا ومنا. ونبدو غير نخدمو كيما هكا حتى يبيض الخليط تاعك، وعاد نزيدو الاضافات اللي باغيين نزيدوها. نبغى نديرها بذوق البخاليني، كل وحده واش بغات دير الكو ولا لاروم يرجع لك انتي. هذا يعطي ذوق مليح مع هذه الوصفه، ويزيد يزيدك الكولير. مع راني باغا ندير فيه الكاكاو ثاني، يجو مع بعضهم هذه الاذواق. ديري كميه شويه مليحه، هو ذوقه مليح، ما تخافيش منه. ونعاودو ثاني ندخلوه مليح في العجينة. وبالنسبة للكاكاو ديري المارون، ما ديريش هذاك الأسود، هذاك الكحل ما ديريش، هذا المارون يجي الكو تاعه مليح. درت أنا 2 مغارف، واللي عندها دير ثاني مغرف من هذاك الشيكولا تاع الغبرات اللي نخلطوها مع الحليب. ثاني دير مغرف ثاني كإضافة، ثاني تزيدها ذوق مليح مع الكاكاو. وهنا درت 2 مغارف حلوى الترك، هي الشامية. نديرو 2 مغارف ونعاودو ندخلو ثاني المواد مع بعض. ودائما رانا دايرين الباتير تاعنا غير في الفيتاس الاول، ورانا نخدمو مع بعض. ومن بعد كي نجيو للفارينة نحبسو مع الباتير، نخدمو الفارينة كيما عودتكم دائما، نخدموها بصباع اليد كيما دائما ننصحكم. ونديرو فيها رشة ملح غير شوية باش تعادل الذوق تاع الملوحة والحلاوة. ونديرو ثاني رشة مش ربع مغرف صغيرة تاع قهوة، خمارة تاع كاطو لا ليفر شيميك. والفارينة ما ديريهاش على ضربة، اخدمي وشوفي. العجينة ما تنقصي لها الفارينة، ما تقصحيها بزاف، ديريها نص نص تجي طرية. راكم دائما راك تشوفوني كي راني نخدم ونوريكم العجينة كيفاه تجي. كيما هكا خدمي بصباع اليد، دخلي الفارينة مليح كل المواد تجانس مع بعضها، وخدمي غير بصباع اليد، ما تعجنيش وما تدلكيهاش. هذه عجينة حساسة لا صابلي، كيما دايما نصحتكم كاع في الفيديوهات اللي فاتوا، نقول لكم دايما خدموا غير بصباع اليد، ما تخدميش كاع والفارينة ما تحطيش على ضربة. خدمي وراكي تشوفي العجينة تلايمت عندك مليح، تجي طرية ما تجي قاصحة، ما تجي يابسة بزاف. نخدموها. وبالنسبة للوزن نديرو 40 غرام باش تجي الحبات كل كيف. هذه الحلوى اللي تخدميها بيدك استعملي من الافضل الميزان باش يجي على حبة، هذه ماهيش بالطابع باش ما اللي تجي كيف هذا الكاطو اللي نخدموه بيدينا دائما نستعملوا الميزان باش يجي على حبة واحدة. نخدموه على شكل هليلات كيما شفتوا. هذه راني باغا نوريكم هذا التشكيلة اللي تبغيت. راهم عندهم المهيبات في هذا العيد ويبغوا يتفكروا العرايس تاعهم، يديو لهم ميلونج كيما هكا. نعطيكم هذه الافكار، وبالنسبه للوصفات قاع راهم في القناه تاعي، وتبغوا تدو افكار كيما هكا ولا. بالنسبه اللي قريبه من الولايه اللي راني فيها، مرحبا بكم. كيما وهران بالعباس هذو قاع نقدر نخدم ليهم. هاهي وينه كيما هكا على هذا الشكل. دوك كي طيب الكاطو تاعنا ويبرد مليح، حتى يبرد مليح عاد كلاصيه. شيكولا مارون ولا نوار ولا دبر راسك اللي كاينه عندك حاضره، ذوبيها على حمام مائي، وزيدي لها شويه كاوكاو كونكاسي ولا لوز ولا اللي عندك، زيديه مع الشيكولا وكلاصي الطرف نص، ديريه بالشيكولا ونص. دوك نجول مع الطريقة نوريكم. نديرو المعجون كيما هاك كونفيتير، ديرو النص الاخر نقسموها ديكور يجي في النص، نص كونفيتير مع كاوكاو، وتجي نص شيكولا ثاني مع كاوكاو ولا لوز كيما قلت لكم. خدموها بهذه الطريقة كيما راكم تشوفوا، يجي فيها واحد الذوق. تقطع لكم كمية مليحة اللي تبغي تضاعف
المقادير الصوالح باش تجيك زاكية بزاف ثاني تذوب كل حاجة دير منها كيما 250 دير رطل كلشي تضاعفه، باش راكم تعرفوا هذه الطريقة. اللي ما فهمتش تراسلني كيفاه تخدم كمية كبيرة نقول لها لي زانغريديون اللي تحط اللي تبدا اللي ديرهم. هنايا كملت الديكور تاعي وزدت زينتها بالورق الذهبي راكم قاع تعرفوها، درتها في الوسط. هذا اختياري، تبغي تخليها سامبل خليها سامبل كيما هاكا راكم تشوفوا. شاهية طيبة وان شاء الله قاع تنجحوا في القاطوات، وان شاء الله قاع الوصفات اللي مديتها لكم تنجحوا فيها. الى وصفة اخرى ان شاء الله، مع السلامة.